هذا وكانت العديد من المواقع الإلكترونية قد تداولت مقالا منقولا عن افتتاحية صحيفة الاندبندنت البريطانية تناولت فيه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري تحت عنوان وزير الخارجية العراقي مريض نفسي أخذ معونات اجتماعية. جاء ذلك في تقرير أعده مراسل الصحيفة في بغداد باتريك كوك بيرن بأن وزير الخارجية إبراهيم الإشيقر الجعفري عاش في لندن لفترات طويلة واستلم معونات من الحكومة البريطانية لأنه عانى من الاكتئاب الشديد والاضطرابات النفسية، كما أنه فشل في عمله الطبي لعدم تمكنه من اجتياز الاختبار اللازم لحالته النفسية الصعبة والدقيقة التي حولته إلى لجنة طبية بريطانية متخصصة أصدرت تقريرها النهائي، حيث شخصت حالته بكونه يعيش هستيريا حادة تقتضي منعه من العمل وإحالته للتقاعد، وصرف رواتب الضمان الاجتماعي ليعيش حياته بهدوء بعيدا عن التوتر في الجزر البريطانية. ترى ما شايف قبالي أنا عقل